السلام عليكم، مساء الخير ويا رب دايما تكونوا بخير. انا حسن نجار وخلينا النهارده نتكلم عن التشتت. وخلينا نبدا مع نهى قالت لي انا حاسه اني مش عارفه اعمل اي حاجه. كل يوم اقوم اقول النهارده هخلص شغل مهم ويخلص اليوم وانا لسه ما خلصتش اي حاجه. اقعد اشتغل في البروجكت بتاعي الاقي موبايلي بيرن، اشوف رساله ارد عليها، ارجع للشغل الاقي نفسي نسيت كنت بعمل ايه اصلا. افتح اللابتوب تاني اقول هركز دلوقتي، افتكر ان في حاجه مهمه لازم اعملها. اشوف الفيسبوك 5 دقايق، اقلب في الانستجرام، ارجع للشغل الاقي الساعه عدت وانا مش فاكره كنت بعمل ايه اصلا. نهى ما كملتش كلامها بس سكتت شويه كده، وبعدين قالت لي انا حاسه ان دماغي مش ملكي، حاسه ان في الف حاجه بتجري جوه دماغي في نفس الوقت وانا مش قادره امسك اي حاجه فيهم. حتى لما بتفرج على فيلم مع اصحابي ببقى مش موجوده معاهم فعلا، بفكر في الشغل او في مشاكل البيت او في اي حاجه تانية. وده اللي خلاني اعرف ان نهى مش مجرد واحده مشتته، نهى بتعيش في حاله من التشتت المزمن اللي بيخلي الانسان يحس انه عايش بس هو مش عايش فعلا. التشتت مش مجرد انك مش قادر تركز، التشتت ده عباره عن ان دماغك بقى زي الكمبيوتر اللي مفتوح عليه مليون حاجه في نفس الوقت، كل حاجه منهم بتاخد جزء من تركيزك، وفي الاخر دماغك بتهنج. انت مش قادر تركز مش عشان انت كسلان او مش عايز، انت مش قادر تركز عشان دماغك شغال على حاجات كتيره قوي في نفس الوقت.